السلام عليكم. فيديو جديد من مطبخ آية. فيديو الليلة أكلة من أشهر الأكلات السودانية الصحية والاقتصادية، سهلة ومن دون أي تعقيدات. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وبسم الله نشوف الطريقة والمكونات. استخدمت حبة كبيرة من الجزر أو مجموعة من الثوم، وطماطمتين كبيرات، وثلاثة بصلات كبيرة، وفلفلية متوسطة. وطبعا الخضار ده زي ما تحبي، ضيفي الكمية اللي انت عايزاها والخضار اللي انت بتحبيه. قطعت الطماطم والبصل والفلفلية والجزر شرايح، وخليت التوم بجنبه هستخدمه في الآخر. ممكن تضيفي الكوسة، ممكن تضيفي بطاطس عليها، أي خضار انت متوفر عندك وبتحبيه ممكن تضيفيه. في الحلة ضفت كمية كويسة من الزيت ونزلت بالبصل أول. بعد ياخد شوية كده في الزيت المسخن، بعدين بنزل عليه بقية الخضار. الأكلة دي اسمها السخينة، وهي من أشهر الأكلات السودانية. ما شاء الله موفرة جدا، ولا بتكلفك لحمة ولا بتكلفك دجاج. وبعدين هنا ضفت البهارات الصحيحة: عود بتاع قرفة، وثلاثة حبات من القرنفل، وثلاثة حبات من الهبهان. بدخل كل المكونات دي في الزيت الساخن، بعدين بخفض عليهم النار شديد وبخليهم يستوي على مهلهم. بعد مسافة ما شاء الله الخضار دبل وبدأ يستوي كويس. بضيف ملعقتين من صلصة الطماطم، وبحركها كويس مع الخضار لحد ما تبدأ الصلصة تستوي وتتسبك. البهارات ضفت ملعقة من الملح والفلفل، وملعقة من الكزبرة، وملعقة من البهارات المشكلة. ممكن كمان تضيفي مرقة الدجاج أو مرقة بنكهة اللحمة أو زي ما تحبي. أول ما الصلصة بدأت تتسبك بضيف الدكوة أو زبدة الفول السوداني المتوفر عندك. ضفت ملعقة كبيرة مليانة، بدوبها كويس بسخانة الخضار. بتدوب، ما بتحتاج لموية. لو شفت الفيديو لحد هنا ما تنسي تعملي لايك على الفيديو عشان يتشاف. يلا في الخطوة دي بطلع كل البهارات الصحيحة اللي أنا خليتك بالك، زي عود القرفة والهبهان والقرنفل. بطلعهم وبضيف الموية بمستوى متوسط. غطيت الخضار وزدت عليه شوية، بس ما حكتر الموية كتير عشان القوام ما يكون لي خفيف، ولا كمان حقليلها عشان تكون تقيلة شديد. بغطيها لحد ما تغلى كويس، تاخد لها زي 3 4 دقايق كده بتغلى. بعدين نشوف الخطوة الجاية. وكده بعد ما غلت ما شاء الله نزلت عليها التوم بضيفه في الآخر، عشان لو أضفته من البداية النكهة بتاعت التوم كلها بتطلع مع البخار وما ما بكون طعمها ظاهر. ما شاء الله اللهم بارك. الخضار كله استوى وبقى جاهز للخطوة الجاية دي. إن شاء الله بمشي بخلطه في الخلاط، أو لو عندي هاند بلندر ممكن أخلطه في الحلة. وده شكله بعد ما خلطته. اديته خلطة بسيطة ما شديدة عشان ما يكون ناعم للآخر. وظبطت الملح وما شاء الله تبارك الله كده جاهز للاستخدام. وما شاء الله اللهم بارك كده جاهز للاستخدام. ولازم تكون ساخنة شديد أول ما تقدميها. قطعت العيش في الصحن وحارشها بيه كويس.
وأهم حاجة مع الوجبة دي السلطة الخضراء ولا الشطة. قطعت السلطة الخضراء وحزين بيها من فوق. طريقة التقديم دي اختيارية، عايزة تخليها في صحن لوحده أو عايزة تقدميها من فوق للعيش على كيفك. زي ما قلت لكم لذيذة وموفرة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك في صفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب مطبخ آية. ومع السلامة لحد ما ألاقيكم في فيديو تاني.